هل مر عليك شعور انه وقعت وانت نايم فجأة جسمك ينتفض وانت لحد هسه ما دخلت بنوم عميق؟ هذا مو حلم، هذا اسمه هيبنك جيرك. الجسم يتهيأ للنوم بس الدماغ يشك انه انت متت، فيبعث انشارة للدماغ انه انهض بسرعة. دماغك يخاف انه انت تموت وانت نايم، فيهوس لك شوي حتى يتأكد منه انت عايش. شباب، اليوم راح نفسر اشياء يعني مثلا هسه نفس اللي قلناها، فلا تنسون تشتركون ويلا نبلش. زين، ليش نحس بالحرج او الفشلة او لو حتى ما حد شايفك؟ مثل من توقع بالشارع او تتعثر بالشارع، او لما تحكي غلط قدام نفسك، لان العقل يشتغل على اساس الجمهور الخيالي. جزء من دماغك متعود انه الناس دا تراقبك بس ماكو احد، تحس انه واحد بداخلك دائما يحكم عليك. زين، ليش نسمع صوت نفسنا براسنا؟ او ليش نقرأ بصمت؟ يعني لو حتى ما تحكي اي كلمة وعبالك واحد بداخلك دا يقرأ. هذا يسموه الحديث الداخلي. واللي اغرب، بعض الناس ما يسمع صوته ابدا بس يشوف صور، والبعض الثاني يسمع صوت حتى لو ساكت. زين، ليش مرات نحس انه مر علينا موقف عبك مر علينا قبل فترة او من زمان او هيك؟ العلماء يقولون انه دماغك يخزن اللحظة مرتين، واحدة بالحاضر وواحدة بالغلط كأنها بالماضي، فتحس انه عشتها من قبل وهي بس خلل لحظي بالذاكرة. دماغنا أغرب من كل شيء نتوقعه، يفسر ويتوقع ويتخيل، وأحيانا يكون أشياء ما عشناها أو ما صارت بس يخلينا نعيشها كحقيقة. مرات أغرب الأشياء ما تحتاج أشياء خارقة، كل شيء جواك هو اللي يسوي الفيلم. ولهنا كملنا التفاسير هاي، وأتمنى الحلقة بسيطة وعجبتكم. فلا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة، ومطفوا البانكم ومطفوا السبت وكل شيء ونار على المود يطلع الصوت واضح. ويلا مع السلامة. إذا تريدون جزء ثاني اكتبوا لي بالتعليقات. مع السلامة.